السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل المتابعين بتوعي اللي جوه مصر واللي من بره مصر. ربنا يخليكم ليا وقدمكم الله نعمة في حياتي وسند ليا وظهر ليا. ربنا يخليكم ليا يا رب. فعلا انتوا خير، يعني خير السند وخير اهل وخير الصحبة وخير كل حاجة حلوة. ربنا يخليكم ليكبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض. هتعملي ايش إيه النهارده يا شيري؟ هقول لكم بقى النهارده انا هعمل ايه. احنا اقتربنا على دخول المدارس، والمفروض انه نور بنتي عايزه عارفين النظام اللي هي السلوبيت اللي بجيبه، السلوبيت اللي بجيبه. فجيت هي بتقول لي عليه، فالمهم انا خارجه ايوه يا كده. جماعه. انا انا قلت لماما ان هي تجيب لي ان احنا رايحين اللندن الصبح نجيب لبس المدرسه. تمام. مم. فالمهم ايه اللي هو السلوبيت الجيب ده وكده. قالت لي يا ماما انا عايزه اللي هو بتلبس تحتيه قميص وستريتش. فقلت لها خلاص ماشي. فافتكرت ان في انا شنطه تحت السرير انا حاطه فيها ايه، القمصان. حلوه القمصان يا نور، عجبتك؟ ده تحفه القمصان. طلعت واحط تحفه. لايك لماما عشان تعبت في تنظيف الشقه. في تنظيف الشقه يا جماعه. وكل اللي بيسأل اللي بيسأل اللي عليا بيسال وبيسأل على ماما يحط لنا لايك واحنا بنحبه كمان. كل اللي بيسال عليا انا وماما بنحبه، اللي بيسال عليا انا وماما بس، فاهمني؟ ربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم. حطوا لايك عشان نور القمر. المهم رحت بقى فتحت الشنطه، محدش اشتري على الشنطه. والله القمصان دوت جميل. اه والله، والبنطلون جميل يا نور، ازاي شفتي؟ والله بس جديد. اولا انا من النوع اللي هلبس بحافظ على البنطلون. لبس عيالي، والله اولا بحافظ هلبس عليه. البنطلون. اه. اه طبعا، امال ايه؟ مش احنا هنغير واحنا كل ما نروح بنفس ما انت قلت اللبس؟ لنا ما انا هلبس تحت الجيبه. ما افرضي بقى اتوسخت في المدرسه، قعدت ديسك وقحتي كده، عشان يبقى في غيار تاني. يعني هلبسه. اه، وتلبسي ده يوم وده يوم وده يوم، ماشي؟ امال ايه، انا عندي الا انت يا نور. بس الاول هلبس بصي اهم حاجه الشنطه دي فيها ذكريات حلوه قوي. بصوا يا جماعه، شايفين الفستان ده؟ كان فستان حبيبه. ده كان فستان حبيبه وانا والده نور. كان فستان حبيبه وانا والده نور. كانت نور لسه مولوده، وكنت جايباه لفرح ابن عمتها، صح يا حبيبه؟ وكانت لابسه، وكان بسم الله ما شاء الله عليه. انا نفسي الاقي الصوره دي عشان احطها له، عشان كل الناس بقى دي حبيبه. لا اله الا لا الله. اله الا الله. لا والله ده كانت حلوه حبيبه، طول عمرها ما شاء الله على الصوره. ماما جدعان بقى، وماما كانت مكياجاني مكياج تحفة تحفة. امال بجد ايه، هي عارفه؟ قمر قمر بجد. بتتريق عليا على فكره. بتتريق عليا. انا كنت لابسة فستان ابيض يا شيخة، بتحطي لي كحلي في عيني. معلش يا حبيبي، الحمد سامحيني لله ان انتي مش لاقية الصورة دي اصلا. سامحيني. المهم يا جماعه، ده ترنج بقى كان بتاع احمد، والكحل ده برضو بتاع المدرسه بتاع احمد. بصوا شايفين؟ بس انا في حاجات غاليه كده عليا، ما بحبش ان انا اطلعها. في حاجات بتبقى غاليه عليا، يعني لا، حاجات كده في حياتي، او بيقولوا ايه، لا ذكريات حلوه مش بحب اطلعها. فالمهم قلت لنور ايه رايك يا نور في الترنج ده تلبس؟ طبعا البنات دلوقتي بقت بتلبس زي الصبيان عادي الترنجات والكوتشيات. وحتى الجاكيت ده كمان لما يبقى الجو ساقع كمان تبقى تلبسه على لبس المدرسه، هتبقي الجاكيت. قمر. اللي هو بصي بقى اللي هو هلبسه الكحل ده. بصي هلبسه كده. ايوه طبعا، امال اه ايه؟ اما سامعين. محدش يبص عليا. امال ايه؟ طبعا ده هي ما وسعونا ولا زينا زي ولا قدنا قد. المهم يا جماعه، ما حدش اشتري برضه على شنطتي. كل ما بلاقي حاجه يا جماعه اقول ايه دي بقت مثلا على قد احمد. كان اخويا برضه لما اللبس بيصغر عليه كانت ماما بتديني لبس وكده، وهاجر برضه وكده. فالمهم ايه، اي لبس كان لسه، يعني لسه ما جاش على قد حد كنت بعينه. اما لو لبس من عيالي مثلا بقى جه على قد نور، بطلعه. على فكره انا اكتر لبس وعارفين بطلعه. يا جماعة، ماما بتعمل لله وهيجيلها حسن عشان لما اللبس بيصغر عليا بتدي الناس غيرها لما تكون. عشان ربنا اه يعمل ايه يا نور، يدخلنا ايه هيدخلنا الجنة. ان شاء الله. ماما بتعمل لله كده. فيا جماعه، انا مش من النوع اللي بحتفظ باي لبس. على فكره انا مدمنه ان انا اطلع كل حاجه، بس في حاجات كانت لها ذكرى حلوه في حياتي، فبحب ان انا ايه احتفظ بيها.
زي ما انتم شايفين كده. محدش يضحك على الشنطه بعد اذنكم، لان الشنطه النص السوسته شغال والنص التاني مش شغال، بس هي قضيانه يعني. لما حاجتي واخده حاجتي والحمد لله، مفيش اي حاجه. انا طلعت منها شويه حاجات برضو خفوها، والاخر افتكرت ان في حاجات كنت لازم انا احطها. انا بقول لكم الجو حر جدا جدا جدا، اللهم اجرنا من النار ومن حر النار. ايه اشتري الفستان؟ طبعا هعين الفستان تاني طبعا. طب ليه اشتري عينة الفستان؟ هو غالي عليه على فكره، بس انا مش هلبسه النور، ان نور الحمد لله ما عندها انا احلى. هلبسه في فرح خالي. لا انت عندك احلى منه يا نور، صح؟ انا عندي 3 فستان بس 3 واحد والله. صغير عليا. يعني لحد ركبتها كده او تحت ركبتها بشويه. لا، اول حد هنا اهو، بس لحد مم. هنا اهو. ايوه تمام يا جماعه. فطبعا بس انا شايلاه علشان الذكرى، يعني انا شايلاه علشان الذكرى. بس عايزه اقول لكم ان الروتين النهارده حلو قوي، هيعجبكم في الشقه. تنفيض ومسح. كان جوزي طلع فتح الشبابيك بتاعه الشقه وانا ما كنتش اعرف. يعني هو طلع اصلا فتحها وما قالش ان الشبابيك مفتوحه. فانا على فكره الشقه اللي فوق دي انا قايله لكم ان انا لا بحب اطلعها ولا بحب اقعد فيها. ربنا شاهد ومطلع على كل كلمه بقولها لكم. وانا عرفت اصلا انا بكرهها ليه، بس عرفت متاخر. المهم يا جماعه إيه ممكن اقعد بالاسبوعين 3 كمان ما اخشاش على فكره يعني. وممكن اقعد بالشهر كمان، لان الغساله كده كده نزلتها من فوق تحت. فخلاص انا هفتح الشقه ليه؟ او انا هطلع فيها لان انا اصلا ما بحبش اطلع فيها اساسا. فالمهم يا جماعه اتفاجئت ان هو اتاري كان طلع فوق، معرفش كان بيجيب ايه او كان بيعمل ايه. ففتح الشبابيك، ان الشقه كانت حر. هو فتح الشبابيك من هنا وانا طلعت من هنا. لو تشوفوا كميه التراب كأن حد جايب تراب وبيرش على الكراسي وعلى الارض. اتوهمت من منظر التراب، والله العظيم نازله صدري مكتوم مكتوم مكتوم. طبعا الهدوم ديت انا بحطها على السرير التاني عشان ما تقعش وكده، ان تحت السرير ده كان تراب. حتى هتلاقوني دلوقتي وانا بدل النور بقول لها يا نور انا هشيل كده وانت تطلعي لي التراب ايوه اه والله احنا اتعاملنا في الشقه. انا بطلع الشقه دي لوحدي يا نور، مش انت بتبقي معايا؟ اه لازم النور تبقى معايا. اه فالمهم يا جماعه ايه اللي حصل؟ نضفناها ورتبناها وخليناها زي الفل ونفضنا. انا لقيت الملايات نظيفه على فكره، لقيت الملايات نظيفه جدا. هي بس كانت عايزه تتنفض من التراب وخلاص، يعني هي عايزه تتنفض من التراب وشكرا على كده. وبعدين انا اصلا مش فرشه السجاد ولا فرشه حاجه، فقلت خلاص لما اجي افرش السجاد ان شاء الله باذن الله ابقى اغير كمان ملايه السراير. المهم ان انا نفضت الستاير ونفضت السراير ورتبت الحاجه تحت السرير كده. بصوا زي ما انتم شايفين. حتى السرير التاني كنت بدور على حاجه. يوم العيد الميلاد اللي كنت عاملاه فوق كان فيه شوك وسكاكين، كنت انا عيناها في مكان في يعني زي ده بلاستيك كده تحت السرير. فقلت اما افتكر فين، فقلت اما اشيل السرير. جيت شلت السرير التاني، فالمهم ما كانش مظبط الحاجه تحتيه، ما كانش مظبوط كده. قلت لا انا هظبط السريرين كده واخليهم زي الفل، وارتب الحاجه اللي تحتيهم، والحاجه اللي الكراتين يعني اللي انا حطاها على الوحو كده. انت شيرين حاطه كراتين. انا يا جماعه عندي كرتونتين غساله او 3، وعندي كرتون التلاجة، وعندي كرتونة البوتاجاز. طب ما هو كل ده موجود عندي. وانا من النوع اللي اصلا يعني حتى لو في كرتونة قدامي انا احب ان انا اقوم فكاها وحطها فين، وحطها على الخشب كده. بتخلي ان المرتبة مش منها للخشب، يعني النايم يبقى نايم مرتاح، فاهميني ازاي؟ فانا بحب ان انا اعمل العملة دي حتى في السرير بتاعت اللي تحت برضه. مش حاطة المرتبة منها على الواح كده، لا، لازم أنا اكون حاطه الكراتين وكده وزي ما انتوا شايفين، واظبط الدنيا وارتبها كده واخليها زي الفل. بصوا الواح بقى في اللي جاي على بعض، وفي اللي كده متفرقه، وفي المهم ظبطت الدنيا يعني، وحطيت الكراتين زي ما انتوا شايفين كده اهو. وقلت اظبطها كده علشان لما تيجي تحط المرتبه تبقى المرتبه زي الفل. عايزه اقول لكم النهارده وانا بقلب في الفيس سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب، وانا بحب الراجل ده، بحترمه لانه راجل محترم وبيوصل المعلومه. هو ممكن يكون بيزعق وبيشخط بس وشه بيضحك، يعني ممكن يكون بيشخط وهو بيتكلم كده يعني انت ما بتصليش ليه؟ ده يعني حاسسك ان هو بيقول له قدام اللي قدامه انت لما قمت صليت هتنضرب. فبس هو وشه مبتسم، يعني ممكن يكون بيزعل لكن وشه مبتسم. وانا بحب الناس كده الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اللي وشهم فيه ضحكه كده. فالمهم وانا بقلب في الفيس لقيت جوز بنت خالتي منزل
حاجة حلوة للشيخ محمد حسن يعقوب، وبيقول فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام الملائكة يعني أخدت روحه ووصل الشخص، يعني الشخص ده لربنا، وجي وقت الحساب فربنا بيحاسبه. الملائكة بيودوه يعني لربنا وربنا بيحاسبه، فبيقول له هل في كتابك حسنات؟ قال له لا. طيب يعني انت ما عملتش ولا حسنة في حياتك؟ قال له لا. قال له خلاص خذوه الى النار. ده ربنا اللي بيقول لمين؟ للملائكة. فالملائكة واخداه، فهو عمال يتلفت حواليه ويبص تاني وراه لمين؟ لربنا. فربنا قال لهم رجعوه تاني، هاتوهولي. قال له فبعدين بيقول له انا سألتك عندك حسنات؟ قال له لا. عندك سيئات؟ قال له يعني عندك سيئات كتير جدا جدا جدا. طب في ولا يعني ولا حسنة عندك؟ قال له ولا حسنة عندي. فقال له طب انت بتتلفت حواليك ليه؟ قال له عشان انا كنت عشمان ان انت لما هتلاقيني ضعيف قدامك وبرتجي في قدامك كده ان انت هتسامحني وهتدخلني الجنة. فانا خايف اكون اسأت الظن، بس انا عندي حسن ظن بيك يا رب انك هتدخلني الايه؟ الجنة. قام قايل للملائكة وصلوه لحد باب الجنة. بس كان عبدي ظنه بيا كده، انا مش هيكون ظني بيه خير؟ فشوفوا يا جماعة ربنا رحمته بينا وسعت كل شيء ازاي. وشايفين يا جماعة رحمة ربنا قد ايه؟ واحد ما عندوش ولا حسنة، ولا حسنة. في ساعة ناس يقولك ده بيصلي لكن ما بيعملش بالصلاة. فكنت يعني انا ليا خالة، انا قايله لكم يعني انا خالتي دي بحب اتثقف معاها في الدين واتكلم معاها وكده. هي فاهمة طبعا ومتعلمة اكتر مني وفاهمة في الدين اكتر مني. فبقول لخالتي برضه على موضوع، يا خالتي بيصلوا وبيطلعوا يعملوا ويخلوا ويسووا. قالت لي الصلاة شيء واللي ما بيعملوا شيء. يعني ايه يا خالتي؟ يعني انا اكون بصلي وبطلع اسرق الناس؟ قالت لي يسرق بس يصلي. قلت لها طب ازاي؟ قالت لي ممكن يكون بيسرق مرة وربنا سبحان الله وعشان بيصلي وبيقول يا رب تاب عليه وقال من النهاردة انت خلاص مش هتسرق تاني وانا تبت عليك. ف سبحان الله، فالصلاة شفع له، الصلاة شفع له عند رب العالمين فتقبل توبته. فتعودي ان الصلاة حاجة، ان الصلاة حاجة، وان انا مثلا ده فلان بيشتم فلان صلي، ده فلان سرق فلان صلي، ده فلان عمل في فلان صلي. ليه بقى؟ لعلها يعني تكون وقت كده التوبة كده من عند الله يقبل منك وانت راكع في الارض وساجد بتقول سبحان ربي الاعلى، فربنا يقول تبت على عبدي وعبدي خلاص لا هيسرق تاني ولا هيشتم تاني ولا هيغلط تاني. فالصلاة حاجة يا جماعة، وأي حد بيعمل أي حاجة حاجة تانية. الله يهدينا جميعا يا رب، اللهم اهدنا جميعا يا رب. عايزة أقول لكم يا جماعة عذاب النار وحش قوي، يعني صهد النار نفسه. يعني أنا تخيل لما الفرن بينطفي وبرجع أعيده تاني بالولاعة، أنا الصهد ما بستحملوش، فبقول اللهم أجرنا من النار. أمال أنا هعمل إيه بس في جهنم يا رب؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي، ماليش دعوة بحد. اكيد كلنا لنا سيئات، مين اللي محسوم من الخطأ؟ اكيد كلنا لنا سيئات. فالواحد بيقول يا رب توب علينا واهدينا ووسع ارزاقنا ووفقنا لما تحب وترضى، وارضى عننا يا رب انك على كل شيء قدير. امين يا رب العالمين. فربنا تقبل منا توبتنا، وربنا يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واعمالنا وكل حاجه. ويا رب بقى اللي وصل معايا للفيديو الجميل العسل ده اهو وشاف النهارده روتيني في الشقه، مش عارف انا لما باجي اصور بعد ما بخلص واصور اصور بالتليفون ابص الاقي اعمل الحته دي من ايه يا حبيب؟ على فكرة شكله حلو كده. لا مش شكله حلو، انا عايزاه يكون مفتوح. استني يا نور. كده عشان الكاميرا جابتها كده. الايه؟ الكاميرا جابتها كده خلاص. ما لا مش طب ليه؟ طب ما انا بصور طول الفيديو ما بيبقاش فيه كده. ممكن كنت عارفة الموبايل. لا والله لا، التليفون ده فيه حاجه، التليفون ده لازم يتربى من اول وجديد. المهم يا جماعه حطوا لي لايك، ولو كان النهارده روتين عجبكم شيرين ما كملتناش هنا اصبروا فيديو تاني عشان الفيديو كان هيبقى طويل قوي قوي قوي. فيديو تاني هتشوفوا فيه بقى وانا بنضف الانتريه وانا بنضف الركنه وبجيب بقى من وراهم وبهب وبنفض وبعمل. يعني اليوم كان بسم الله ما شاء الله كان يوم مليء بالتراب. انا طلعت فوق في الشقه دي قعدت حوالي ساعتين او ساعتين وشويه عباره عن اني بنفض تراب
كل اللي انا بعمله انه بنفض تراب، ومانيش عارفه كميه التراب دي كلها جت منين. بس نفضت كل حاجه ومسحت كل حاجه وخليت كل حاجه زي الفل. انا هكمل لكم بقى الباقي بس في فيديو تاني، لان الفيديو كان هيبقى طويل قوي وكان هيبقى ممل وما كانش هيعجبكم. انا عايزه لكم كل اللي زايد عني انا حاطاه هنا يا جماعه، كل الحاجات اللي زايده عني في شقتي اللي تحت او في اللي فوق انا حاطاها هنا. ربنا يوسع عليكم وعلينا، اللهم امين يا رب العالمين. وده الحمام عايزه لكم كان فيه بقعه كده صدى كده، ابو احمد جاب